في هذا الفيديو غنقول لكم كاع الاحداث اللي غيوقعوا في النهائي ديال لاله العروسه والمفاجات وحتى المشكل الكبير اللي غيوقع بين كوبل تاونات وكوبل المانيا بين الازواج يعني وليد وسفيان. السلام عليكم، بعدا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كيف ما تبعتوا معايا الفيديوهات كاملين اللي درت لكم، كنت كنقول لكم الاحداث اللي غيوقعوا في دار العرسان في كل حلقه، كنت كنحطها قبل ما تحط الحلقه ديالهم، وفعلا داكشي اللي كنقول لكم هو اللي كان كيوقع، غير التفاصيل بالضبط كانت كتختلف شي شويه، لكن الحدث ولا المشكل بين شكون وشكون وعلاش وهذا كلهم كانوا صحاح. وحتى دابا هادشي اللي غنقول لكم هو اللي غتشوفوا غدا في البرايم النهائي في الفينال، ولكن حنا غادي يبينوا لنا غير المفاجآت، ما يبينوش لنا المشكل اللي وقع. لكن غادي نعطيكم اشارات غتعرفوا باللي فعلا وقع بين الازواج مشكل ومشكل كبير بزاف، لدرجه قال لك وليد دخل البلاطو عينه زرقاء، غير هو غطاوها ليه بالمكياج. الناس اللي عندهم دقه الملاحظه هما اللي يقدروا يلاحظوا شي شويه، لكن طبعا مع المكياج والاضاءه والتصوير وعاد المونتاج وهداك الشيء ما غاديش يخليو الزروقيه تبان مزيان، باش تعرفوا بشاعه داك الشيء اللي وصلوا ليه. نبدا لكم اول حاجه بالمفاجات اللي غيكونوا في البرنامج، كاين منهم اللي غتكونوا عارفينهم وكاينين شي حوايج اللي غادي نتعرفوهم في هذا الفيديو. اول مفاجاه هي العمره للامهات كاملين، البرنامج اول مره حصريا غادي يدير عمره لجميع الامهات، يعني حتى اللي تقساو ومشاو واللي باقين كلهم غادي يديروا لهم عمره. ثاني مفاجاه هو غيعلنوا على الحمل ديال نسرين الممثله ديال مدينه فاس، غتحضر هي والزوج ديالها وغادا تكون حامله، يعني غيعلنوا على الحمل ديالها في البلاطو. وبالمناسبه نبغيو ندعيو معها بالشفاء، لان شفت راجلها حط واحد البوست باللي عيانه بزاف وجاها ستريس وجاها هادشي هذا كيف ما كيقولوا هما ديال الشهره وديال هاد الضغط هذا، وحنا عارفين الحمل ما كيبغيش ستريس، ما كيبغيش الاعصاب، فان شاء الله تكون بخير وعلى خير. واي جديد وقع غادا نخبركم به، غير خليو اشتراك وفعلوا الجرس باش نقول لكم اي جديد. وهذا الفينال غتحضر ليه حتى برنسيسه، يمكن شفتوا في اللقطات انها حاضره حتى هي. صافي هادو هما المفاجات اللي كاينين. ايوا دابا ندخلوا للمعقول وندخلوا للصحيح اللي كتسناو كاملين، اللي هو المشكل اللي وقع بين سفيان الكوبل ديال المانيا وتاونات. ايوا كيف ما شفتوا المشكل بدا في دار العرسان على الطياب في الحلقه ديال البارح. حتى الناس اللي ما كيتفرجوش في الحلقه كامله راه كاينين لقطات في الانستغرام وفي تيك توك على هذاك المقطع فاش وقع بيناتهم هذاك المشكل. المهم نعاود للناس اللي ما تفرجوش، دابا سفيان كان كيطيب مشعل لي فوق كاملين، الفرنوات كاملين هو اللي خدام بهم. جا عنده وليد قال لي ماشي معقول انت شاد الفرنوات كاملين كطيب وحنا نبقاو مربعين يدينا كنتسناوك، يعني خدم انت بواحد وكل واحد فينا يخدم بواحد الجهه ديال الفرن، ماشي كاملين تشدهم بوحدك. المهم تزايدوا في الهضره، وقع واحد النقاش خفيف، بقات هذيك الحساسيه بيناتهم. عاد زيد انهم وصلوا للفينال، يعني واحد فيهم اللي خاصهم يديوها، وكيشوفوا المساله فيها دار للربح، يعني ماشي شي حاجه سهله، ماشي شي حاجه كيدركها الواحد بسهوله، يعني كانت المنافسه شرسه. واخا كانوا مفاهمين في البرايمات كاملين اللي قبل، وكانوا يعني هاد السيمانات كاملين اللي تفرجنا في دار العرسان كانوا متفاهمين كيعاونوا بعضياتهم بلي جو طون، المهم كانوا متفاهمين. لكن هذا الفينال هذا غادي يبين كل واحد على حقيقته، واللي غادا تصدق ليهم في هذا الشيء كامل هما كوبل مدينه الدار البيضاء. المهم فاش مشاو للمسابقات كانت عندهم واحد المسابقه ديال الحبل. سفيان قال لك عكلوا وليد بالعاني، يعني عكلوا باش يتعثر في المسابقه وما يربحش. دازت هذه عاوتاني زادت الطين بله حتى وصلوا لواحد المسابقه كاينه في الغابه، خاصهم يقلبوا على واحد الصندوق، واللي وصل ليه الاول غيديه لمراته، يعني ديك الغابه كامله كاين هذاك الصندوق خاصهم يوصلوا ليه. لسوء الحظ وليد وسفيان وصلوا في نفس الوقيته، يعني وصلوا بجوج بهم للصندوق في نفس الوقيته، بقاو كيتجروا عليه، هذاك كيجبد وهذاك كيجبد، هذاك كيجر وهذاك كيجر، حتى رجعوها مدابزه ديال بصح، يعني واحد المدابزه خايبه بزاف لدرجه الطاقم التقني ما قدروش يفكوهم، يعني ضربوا بالكروشيات لدرجه وليد قلت لكم عينو بقات زرقاء. الطاقم ما خلاو ما داروا باش يبردوهم، لكن والو، واش ديك النار بغات تبرد بيناتهم. ملي سالاو المدابزه وواحد برد قلبو في الاخر نقصوا ليهم النقاط كاملين، عطاوهم بجوج بهم 0-0، والكوبل ديال كازا خلاو ليه النقاط ديالو، وكان هو الفائز في هذيك المسابقه.
وبالتالي بطريقه او اخرى ربح في الفينال كامل. يعني هو اللي دا لقب لاله العروسه. واخا كاينين اللي كيقولوا راه ما كيستحقهاش كيفاش داير ليها النقاط، هذه حنا غنشوفوا النقاط، غنشوفوا الخدمه، غنشوفوا شكون خدم. لكن الا كانت شي حاجه ماشي هي هذيك وبان لكم باللي الاخرين جايبين النقاط احسن منه وما دازوش، فراه على هذا المشكل هذا، على هذه المدابزه هذه داروا ليهم عقوبه. المشكل ما غاديش يهضروا عليه في التلفازه من طبيعه الحال، ما غاديش يبينوه، يقدروا يدوزوا هذيك المسابقه بالزربه ما يقولوش حتى النقاط ديالها. لكن حنا غادي نحسبوا النقاط وغنشوفوا واش فعلا كوبل كازا داها عن جداره واستحقاق ولا داها حيت الاخرين دابزوا ونقصوا لهم النقاط. المهم هادشي ما غاديش يدوز في البرنامج، لكن راه من بعد غيهضروا عليه في اللايفات المشاركين ولا غيبداو يلمحوا، والاخبار ما كتخباش، كلشي غادي يبان وكلشي غادي يتعرف. غير هو كان اغلب الناس كيقولوا كوبل المانيا هو اللي داها، فماشي هو اللي داها. الا لاحظتوا الفيديو اللي حطات برنسيسا في العرس الاسطوري بان كوبل المانيا من وراها، يعني ما انتبهتش وتحط كوبل المانيا، يعني ما كانوش عرسان. كون كانوا هما اللي رابحين هذا غير دليل على ان راه كازا اللي ربحات. كون كانوا هما اللي رابحين ما غيكونوش مصورين مع الناس عاديين، يعني هكا مع الناس مع الحضور. وعلى فكره راه كان ممكن البرنامج يتابع برنسيسا على دوك الفيديوهات اللي سربوا وتصاور، واخا كانوا الناس كل واحد شنو كيقول، ها اللي كيقول كوبل المانيا اللي داوها، ها اللي كيقول كوبل تاونات، ها اللي كيقول كوبل كازا، لكن ما كانش دليل ملموس ولا شي تصاور ولا فيديوهات. حتى داز العرس وبرنسيسا هي وراجلها حطوا التصاور وحطوا الفيديوهات من وسط العرس، وبان كوبل المانيا كاين وراهم. من المفروض هو باقي في المسابقه، يعني باقي ما تعلنش انه تقصى، فخاصو ما يبانش باش يبقى هذاك الحماس وداك التشويق ديال شكون اللي دا لاله العروسه. واخا كانوا تسريبات كيف ما قلت لكم، لكن ما كانتش شي حاجه هكا ملموسه بالفيديوهات والتصاور. فهذا خطا داروه كوبل طنجه، هما اللي خرجوا من عندهم هذوك التصاور، هما تصوروا بحسن النيه وداروا فيديو عادي هي وراجلها من وسط العرس، لكن ما ردوش البال. سفيان وامينه كانوا وراهم مباشره وبانوا معاهم في الفيديو. فسبحان مبدل الاحوال، شكون كان يقول كازا اللي غتديها؟ كانوا ديما متعثرين في المسابقات، كيجيو هما ما قبل الاخرين، مره واحده اللي جاو هما الاولين. فداكشي باش ناخذوا العبره، باش الواحد ما يستسلمش وما عمرو يقول ما نقدرش ندير شي حاجه ولا ما يمكنش ولا هادو صعب مني ولا هادو واعرين عليا. الاخرين كانوا كيخدموا مزيان في المسابقات دائما، كوبل تاونات والمانيا واحد فيهم كيجي الاول والاخر الثاني، وجا حتى الاخر وداها كوبل كازا. وصراحه انا بالنسبه لي يستاهلوا، كوبل كيبانوا منسجمين، الام ديالهم حتى هي ظريفه، معاوناهم بالدعاء، كتذكر الله، يعني ناس مؤمنين بالله ومتشبتين ببعضياتهم وكيساندوا بعضياتهم. لدرجه الزوج واخا ما كيخدمش شي مسابقات اللي كتكون عندها علاقه باللياقه البدنيه ولا شي حاجه فيها الجرا ولكن مرته كتبقى مسانده وكتبقى تقول لي برافو، زعما ما كتكعاش ولا يطلع ليها الدم. فيستاهلوا، الله يكمل عليهم بخير، والله يكمل على باقي المشاركين كاملين اللي تقساو حتى هما، الله يسهل عليهم والله يسهل عليكم حتى نتوما اللي وصلتوا حتى الاخر ديال الفيديو. وهنا انا غادي نسالي الفيديو ديالي، كنتمنى يكون عجبكم، وإلا عجبكم ما تنساوش تخليو لي لايك واشتراك للقناه، وبسلام عليكم.